بسم الله الرحمن الرحيم. أستحلفك بالله الذي يعلم خفايا القلوب ويجبر كسر النفوس أن تبقى معي حتى آخر هذه الكلمات، فربما لم يكن وصولك إلى هذا الفيديو مجرد صدفة، بل رسالة خفية من الله إلى قلبك المتعب. يا من فتحت هذا الفيديو الآن، لست وحدك، والله ما كنت وحدك يوما، حتى في أشد لحظات حزنك، حتى حين ظننت أن لا أحد يشعر بك، الله أقرب إليك من نبضك. كان يعلم صبرك الطويل ويحصي دموعك ويسمع همسك في ظلام الليل، وكل لحظة مررت بها وكل انكسار عشته كان الله يعالجه بلطف لا تدركه وبرحمة تغمرك وأنت لا تعلم. ربما سجدت يوما وقلت: يا رب إني وحيد، ونسيت أن الذي يسمعك هو الرحمن الرحيم، الذي يقول: ادعوني أستجب لكم. فكيف لا يستجيب لقلب رفع يديه إليه بصدق؟ كيف لا يجيب من ناداه بألم؟ كيف لا يكرم من طرق بابه بنداء مكسور؟ ربما شعرت يوما أن الحياة قاسية، وأن الأقدار تضغط، وأن الناس لا يرونك، لكن تذكر إن الله لا يغفل ولا ينسى ولا يترك عبدا دون جبر. حتى وإن تأخر الجبر فإنه آت بطريقة تنسيك مرارة الانتظار وتجعلك تقول من أعماق قلبك: الحمد لله أني انتظرت. كم من مرة دعوت الله ولم ترى الإجابة؟ وكم من مرة سألت نفسك: لماذا لا يستجاب لي؟ والحقيقة أن الله لا ينسى، بل يدخر لك الأفضل. تطلبه اليوم لا يناسبك الآن، لكنه سيأتي حين تصبح مستعدا له، حين يزهر قلبك، وحين تكون النعمة نعمة حقا لا ابتلاء متخفيا. يا من ضاقت عليه الأرض، لا تيأس، فإن مع العسر يسرا، لا بعده بل معه. نعم، وسط الألم لطف، ووسط الظلمة نور، وفي عمق الحزن دفء إلهي يربت على قلبك ويقول لك: أنا معك، لا تخف. ربما تنتظر رزقا أو شفاء أو زوجا صالحا أو ولدا أو وظيفة تفرحك، وربك يعلم، وربك قدر، وربك جهز. فقط اصبر وارضى واطمئن، واعلم أن لكل شيء وقتا، وكل تأخير حكمة، وكل صبر جزاء، وكل دعوة لا تذهب سدا، بل تخزن في السماء وترسل إليك حين تحتاجها، لا حين تريدها. فثق أن الله يدبر، ولو لم تفهم التدبير الآن. وقبل أن تغلق هذا الفيديو، خذ هذه الكلمات في قلبك: إن شعرت أن لا أحد يفهمك، فالله يفهمك. وإن بكيت دون سبب، فالله يعلم السبب. وإن أحسست بثقل في روحك، فالله يخففه. وإن سجدت له بقلب مكسور، فإنه يجبرك بقدرته وبرحمته وبحنانه. اللهم اجبر هذا القلب الذي تعب. اللهم ابعث فيه طمأنينة من عندك، واملأه رضا ونورا وأملا. اللهم من ضاقت عليه دنياه، فافتح له من أبوابك ما يبهجه. ومن فقد شيئا، فاجبره بخير منه. ومن تاه فهده إليك. ومن خاف فآمنه. ومن بكى فامسح دمعته برحمة منك. اللهم لا تجعل في قلب هذا المستمع وجعا إلا داويته، ولا هما إلا كشفته، ولا أمنية إلا يسرتها، ولا دعوة إلا أجبتها. يا رب، طمن قلبه، وقرب إليه فرجه، وكن له في كل حين سندا ونورا. وإن وصلت إلى هنا، فاعلم أنك لم تصل عبثا، بل هي كلمة أراد الله أن تسمعها، ودعوة أرادك أن تطمئن بها، ويد خفية امتدت لتقول لك: سيمضي كل شيء، وسيأتي ما تتمنى، ولكن في وقت الله لا في وقتك. أتدري ما الذي يبقي الإنسان صامدا رغم كل شيء؟ إنه اليقين. اليقين بأن الله لا يضيع من لجأ إليه، ولا يترك من وثق به. وحين تمر بلحظات ضعف، فاعلم أنها تكتب لك، وترفع درجاتك، وتمحو ذنبك، وتقربك من الله أكثر. فلا تستهن بحزنك، ولا تحتقر دمعتك، ولا تقلق من ألمك، فقد يكون ما تمر به الآن هو الجسر الذي سيأخذك إلى أجمل أيامك، وهو الباب الذي سيفتح لك ألف طريق من النور. وقد يكون التأخر في تحقيق رغبتك هو عين الرحمة، وقد تكون خسارة شيء هي أوضح علامة على النجاة. وربما يكون الألم الذي يرهقك اليوم هو أعظم سبب يغيرك للأفضل. ثق بالله، ولا تنظر إلى الأحداث من ظاهرها فقط. فوق كل قدر حكمة، وفوق كل منى، وفوق كل ابتلاء درس من رب لا يريد لك إلا الخير. وربما لو كشف لك الغيب، لوقفت باكيا شكرا على تأخر ما تمنيته، ولقلت: يا رب سامحني على استعجالي، كنت أظن أني أعلم، وكنت أنت الأعظم علما. ويا من تنتظر الفرج، أنت لا تعلم كم بابا من السماء قد فتح لك دون أن تدري. وكم من ملك دعا لك بظهر الغيب، وكم من موقف نجاك الله منه وأنت لا تشعر، وكم من بلاء كان يوشك أن يقع بك فرفعه الله عنك بركعة خاشعة، أو دمعة في جوف الليل، أو دعاء قلته بيأس ولم تتوقع له استجابة. أتدري ما أجمل شيء؟ أنك مهما ابتعدت، فالله لا يبتعد، وإن غفلت لا يغفل، وإن أخطأت
ينتظر توبتك، وإن ضعفت يمدك بقوة، وإن انكسرت يجبرك. الله لا يعاملنا بذنوبنا بل برحمته، ولا يردنا على خطايانا بل يحتوينا بلطفه. فما دمت حيا فهناك فرصة، وما دام قلبك ينبض فربك أقرب. يا رب، نحن بشر نتعب ونحزن ونخاف ونضعف، لكننا نعود إليك لأنك الأمان والملجأ والرحمة. اللهم ارزقنا طمأنينة لا تزول، وفرحا لا يخبو، وسكينة تملأ أرواحنا مهما اشتدت الظروف. اجعل في قلوبنا نورا، وفي أعيننا بركة، وفي أيامنا توفيقا، وفي نفوسنا رضا، وفي دروبنا يسرا. اللهم إننا نطرق بابك الليلة بقلوب أنهكها الانتظار، وأرواح تبحث عن الأمان، وأنفس عطشة للسكينة. فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا نغادر هذا الفيديو إلا وقد كتبت لنا من فضلك ما يبهج قلوبنا ويطفئ وجعنا ويطمئن نفوسنا. اللهم إنا نسألك جبرا لا يقارن، وفرجا لا يتصور، ورحمة لا تنتهي، وعطاء لا يعد. ويا رب، إن كان بيننا من بكى سرا فاجبر قلبه علنا، وإن كان بيننا من يئس من أمره فأحي فيه الأمل من جديد، وإن كان بيننا من تمنى دعوة واحدة تستجاب، فاجعلوا هذه اللحظة بداية تبدل الأحوال، واجعل هذا الفيديو سببا في راحة كل من يسمعه، واجعل كلماته رسائل من السماء تصل إلى من ضاعت منه الكلمات وانطفأت منه الروح وتكاثفت عليه الأيام. ولأن الله أحن علينا من أنفسنا فإنه لا يتركنا نجاهد وحدنا، ربما لا نراه لكننا نشعر به في دفء يأتي بلا سبب، وفي راحة تهبط على القلب فجأة، وفي كلمة تصلنا من أحدهم كأنها جاءت من السماء. وفي كل مرة ظننت أنها النهاية أتاك الله ببداية، وفي كل مرة خذلك الناس عوضك الله بلطفه، وفي كل لحظة شعرت فيها أنك سقطت كانت يد الله الخفية ترفعك دون أن تدري. يا من أرهقك التفكير وتعب قلبك من الانتظار، هل تعلم أن الله لا ينسى؟ هل تعلم أن الدعوة التي خرجت منك منذ سنين ما زالت محفوظة في علم الله تنتظر وقتها المناسب؟ قد يؤخر الله الإجابة لكنه لا ينسى، وقد يغير الطريق لكنه لا يغلق الأبواب، وقد يبعد عنك شيئا لأنه يعلم ما فيه من شر لا تراه. الآن قل في قلبك: رضيت يا رب، حتى إن لم أفهم رضيت، لأنك أنت المدبر، وأنت الأعلم، وأنت الأرحم. واعلم أن الرضا لا يعني ألا تحزن، بل يعني أن تقول: اللهم إني راض رغم الدمع، راض رغم الانتظار، راض رغم ما لا أفهمه الآن. وفي طريقك إلى الله لا تستعجل، ولا تقارن، ولا تيأس، فما كتب لك سيأتيك ولو بعد حين، وما لم يكتب فخيره أن يصرف عنك، حتى وإن كان في عينيك كل ما تتمنى. ويا من فقد حبيبا، أو فاته رزق، أو ابتلي بمرض، أو ضاقت عليه الدنيا، تذكر أن الله يعدل كل شيء، وأنك لا تدري، لعل البلاء الذي أرهقك هو مفتاح الرحمة الذي سيفتح لك أبواب الخير. وسيأتي يوم تنظر فيه خلفك وتقول: الحمد لله أن الله اختار لي ما لم أكن لأجرؤ على اختياره، ونجاني من حيث لم أكن أعلم. الله لا يختبرك ليؤذيك، بل ليطهرك ويقربك ويرفعك ويعلمك كيف تعتمد عليه وحده. كم مرة ضعفت فيها فكان الله يقويك، وكم مرة بكيت فيها فكان يعد لك فرحا يعوضك، وكم مرة قلت فيها: أنا لست قادرا، فأرسل لك الله من رحمته نورا، ومن لطفه سكينة، ومن عطفه يدا خفية تربت على قلبك وهمست في داخلك: أنا معك، لا تخف. هناك لحظات في الحياة تشعر فيها أنك تائه، لا تدري من أنت، ولا إلى أين تذهب، ولا لماذا كل شيء يبدو ثقيلا عليك، لكن الحقيقة أنك في مرحلة تشكيل. الله يثقلك ليهذبك، ويربي فيك الصبر، ويرفعك من حال إلى حال دون أن تشعر. كم مرة قلت: لماذا يحدث لي كل هذا؟ وكم مرة بعدها بسنوات قلت: الحمد لله أنه حدث، لأن الذي أتى بعده كان أجمل مما توقعت. ما أنت فيه الآن ليس نهاية، ولا عقوبة، ولا فشلا، إنه عبور، عبور من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من ضيق إلى سعة، من خوف إلى يقين. ويا من تسمعني الآن، مهما كان جرحك أو وجعك أو ثقل قلبك، لا تغلق باب الأمل، افتح قلبك لله وابكي بين يديه، ولا تخجل من ضعفك، فإن الله يحب العبد الذي يأتيه منكسرا، ويحب من يخبره بكل شيء، حتى الأشياء التي يظن أنها تافهة. احكي لله، احكي وكأنك لا تملك غيره، لأنك في الحقيقة لا يملك قلبك سواه. قل له: يا رب، تعبت من الدنيا، فأنزل على قلبي طمأنينتك. يا رب، الناس لم يشعروا بي، لكني واثق أنك تراني وتسمعني وتجبرني. يا رب، إن ضاقت بي الدنيا فافتح لي من أبوابك ما يبهج قلبي، وإن منعت عني شيئا فأنا راض، لأني أعلم أن المنع منك عطاء.
كل ليلة تمر عليك في وجع، فيها ملك يكتب دعاءك، والله يسمعك ويرى دمعتك ويدبر لك أمرا لا يخطر لك على بال. فلماذا تيأس؟ ولماذا تطفئ النور الذي بداخلك؟ ولماذا تقول لا فائدة وربك يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ اللهم في هذه اللحظة اجعل قلوبنا مطمئنة بك، مستقرة برضاك، ساكنة بذكرك، فرحة بما كتبت لنا. اللهم من شعر بالوحدة فكن له الأنس، ومن شعر بالحزن فصب عليه فرحا من عندك، ومن خاف فآمنه، ومن كان قلبه خاليا من السكينة فاملأه يقينا وإيمانا. اللهم اجبر كل قلب منكسر، وارفع عنا كل هم، وابدلنا بعد التعب راحة، وبعد الدمع فرحا، وبعد الدعاء استجابة. اللهم لا تجعلنا نخرج من هذا الفيديو إلا وقد غمرت أرواحنا بالرضا، وطهرت قلوبنا من الألم، وزرعت فينا نور الأمل. يا رب، اجعل لنا نورا في القلب لا ينطفئ، وأملا في الغد لا يزول، ورجاء فيك لا يخيب، وظنا بك لا يكسر. وإن وصلت إلى هنا فاعلم أن هذا ليس صدفة، إنها رحمة من رب العالمين وصلت إليك، رسالة إلهية مخصوصة لك، وسط زحام الأيام، ووسط كل ما تشعر به ولا تجد له كلمات. تذكر دائما: من يحمل الله في قلبه لا يهزم، ومن رضي بالله ربا لن يخيب مهما طال الانتظار. إن كان في قلبك وجع فاسجد، وإن كانت عيناك تدمع فدعه، وإن ضاقت عليك الدنيا فارفع رأسك إلى السماء وقل حسبي الله سيجعل لي ربي مخرجا. تمسك بالأمل ولا تتخلى عن الدعاء، فمن يكثر الطرق على باب الله لا يرد. شارك هذا الفيديو مع من تحب، فلربما يكون سببا في جبر قلب أحدهم، وربما يكون دعاء منك يصل به النور إلى شخص آخر متعب. ولا تنسى دعم القناة بالإعجاب والاشتراك ليصلك كل مرة فيديو يحمل رسالة ودعاء وأملا ونورا. وتذكر دائما هذه الكلمة: طالما هناك رب لا يوجد مستحيل. وفي ختام هذا الفيديو تذكر أن الحياة ليست إلا رحلة قصيرة مليئة بالتجارب والتحديات، لكن الله لم يتركنا وحدنا، أودع في قلوبنا الأمل وفي أرواحنا الصبر، ووعدنا بأن مع العسر يسرا، وأنه لا ينسى عباده أبدا. ومهما اشتدت الصعاب وضاقت عليك الدنيا، ثق بأن الله معك دائما، يدبر أمرك ويرى همك، وسيفتح لك من الأبواب ما لا تتوقعه. اجعل أملك بالله كبيرا، وتوكل عليه في كل خطوة، وكن على يقين أن ما عند الله خير وأبقى. ولا تنسى أن تستمر في الدعاء وفي الصبر وفي السعي، فالله قريب، يسمعك ويراك، وسيمنحك بعد كل عسر يسرا. اجعل قلبك متعلقا بالله، فهو الأمل الذي لا يخيب والرجاء الذي لا ينقطع. شارك هذا الفيديو مع من تحب، فلعله يكون سببا في رفع معنوياتهم وبث الأمل في قلوبهم. ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والمشاركة لتصل هذه الرسالة إلى الجميع. دمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.